ديسمبر 77 تاريخ أول ترشح المنتخب لنهاية كأس العالم آنذاك مونديال أرجنتين 78. تأهل صنعوا أبطال بقيادة الأسطورة صدق سيسي عتوقة والبقية ببصمة عبد المجيد الشتالي، أول مدرب عربي وإفريقي يقود منتخب بلاده إلى نهاية المونديال. منتخبنا في التصفيات أزاح عديد المنتخبات كما غينيا، الجزائر والمغرب بقيادة نجمها الأول أحمد فرس. جمهور سلم ويهني في شتالي. المنتخب يتأهل للدورة الثلاثية، وإن كانوا نصور قرطاج الأكثر جاهزية من زوز من أكبر عمالقة القارة الإفريقية مصر ونيجيريا. 12 نوفمبر 77 فوز تاريخي المنتخب على نيجيريا في لاغوس بالذات واحد بلاش. 25 نوفمبر 77 تونس تنهزم ضد مصر في القاهرة 3-2. اتلعبت بشماله حلوة قدام 120 ألف محب مصري. نهار 11 ديسمبر 77 تاريخ لا يمحى من الأذهان، تاريخ حاسم. منتخبنا يلقن الفراعنة درس كبير في الواقعية في فنون الكرة. 4-1 تونس تترشح لأول مرة لنهائي المونديال. تدويبة عالية ومان تميم وجه طارق